تخيل إنك قدام شخص بدأ حياته فقير، ابن صانع أحذية في قرية صغيرة، عنده إعاقة بسيطة في إيده ووشه مليان ندوب من مرض الجدري. لكن بالرغم من كده قدر يبقى أقوى رجل في العالم تقريبا. الراجل اللي الغرب كان بيحسب له ألف حساب، واللي ملايين من شعبه كانوا بيرتعشوا من مجرد سماع اسمه. الراجل ده هو جوزيف ستالين. ستالين اتولد سنة 1878 في بلدة صغيرة في جورجيا اسمها جوري. أبوه كان حداد غلبان بيشرب كتير، وأمه ست بسيطة بتشتغل غسالة عشان تربيه. الطفل سوسو ده كان اسمه وقتها. عاش طفولة صعبة مليانة ضرب وقسوة من أبوه، لدرجة إن أمه هي اللي أنقذته وأصرت تدخله مدرسة دينية عشان يبقى كاهن. لكن المفاجأة، ستالين ما كملش طريق الدين. كان عنيد وبدأ يقرأ كتب ممنوعة عن الثورات والشيوعية. ستالين وهو صغير كان عنده شغف بالشعر، وكتب أشعار رومانسية نشروها في مجلات. لكن الشاب الحالم اتحول بسرعة لسائر وغاضب، انضم لجماعات سرية وبقى بيخطط ازاي يوقع النظام القيصري. وهو في العشرينات اتحبس أكتر من مرة، واتنفى في مناطق نائية في سيبيريا. لكن بدل ما ده يكسره، زادوا قوة وإصرار. في 1917 حصلت الثورة البلشفية بقيادة لينين، وستالين كان وقتها مجرد عضو، لكن عينه كانت دايما على القمة. عرف ازاي يتقرب من لينين وياخد مناصب مهمة. وبعد ما مات لينين سنة 1924 بدأت الحرب على السلطة. منافسه الأقوى كان ليون تروتسكي، واحد من أذكى العقول الثورية. لكن ستالين استخدم كل الأساليب: تحالفات مؤقتة، مؤامرات، إشاعات، وعمليات إقصاء، لحد ما خلى تروتسكي منفي، وفي الآخر اتقتل في المكسيك بضربة فاس في راسه. في التلاتينات بقى ستالين الحاكم المطلق للاتحاد السوفيتي. عمل خطة لتطوير الصناعة والزراعة بسرعة رهيبة، بس الطريق ده كان مليان دم وموت. ملايين من الفلاحين اتجبروا يسيبوا أرضهم. مجاعات حصلت في أوكرانيا قتلت ملايين، وأي حد يعترض يتعدم أو يتبعت معسكرات العمل في سيبيريا. ستالين كان مؤمن إن الخوف هو اللي هيخلي الناس تشتغل وتسمع الكلام. على المستوى الشخصي، ستالين كان شخصية غامضة جدا. كان عنده 3 زوجات. مراته التانية نيديجيدا كانت شابة صغيرة وجميلة، لكن علاقتهم كانت مليانة مشاكل وخناقات، لدرجة إنها في يوم من الأيام سنة 1932 انتحرت برصاصة في دماغها بعد ما خانها قدام الكل. بعد الحادثة دي ستالين اتغير أكتر، بقى قاسي جدا ومفيش رحمة في قلبه حتى مع أولاده. ابنه ياكوف حاول ينتحر مرة لأنه كان حاسس أبوه ما بيحبهوش. ولما وقع أسير عند الألمان في الحرب العالمية التانية، هتلر عرض يبادله بضابط ألماني، لكن ستالين رفض وقال: أنا مش هبدل جندي بجندي. والنتيجة إن ابنه مات في الأسر. لما هتلر هاجم الاتحاد السوفيتي سنة 1941، ستالين اتصدم في البداية، ارتبك جدا وقعد في بيته كام يوم. بس بعد كده رجع أقوى. خطابه للشعب كان نقطة تحول: احنا بندافع عن أرضنا، عن أمهاتنا وأطفالنا. بالفعل الجيش الأحمر قدر يوقف النازيين، وبعدين يطردهم لحد ما وصل برلين نفسها. بعد الحرب ستالين بقى واحد من أعظم قادة العالم. الاتحاد السوفيتي بقى قوة عظمى بتنافس أمريكا. بدأ الحرب الباردة، سباق التسلح والستار الحديدي. لكن في نفس الوقت ملايين فضلوا يتعذبوا في معسكراته، وأي صوت معارض ليه كان بيختفي. ستالين مات سنة 1953 وهو عنده 74 سنة. موته كان غامض شوية. البعض بيقول إن رجالة حواليه اتأخروا في إنقاذه وهو بيموت، يمكن خوف أو شماتة، الله أعلم. ستالين لحد النهاردة شخصية مثيرة للجدل. في ناس بتشوفه بطل أنقذ العالم من النازية، وفي ناس بتشوفه سفاح قتل ملايين من شعبه. السؤال هنا: هل كان ستالين قائد عظيم غير مجرى التاريخ، ولا كان مجرد طاغية دموي هيفضل رمز للخوف والقسوة؟ عايزكم تجاوبوا على السؤال ده في الكومنتات. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.